في كل مرحلة في حياتك في حق ليك في المرحلة دي، حق انت لازم تحصل عليه، ما تفرطش فيه ابدا. حقك في اللعب، في المغامرة، في الضحك، في الغلط، في التعلم والهدوء. بس احنا للأسف بنستعجل، بنقارن وبنهرب من سننا. النهاردة هنتكلم عن انك تعيش سنك الحالي وتاخد منه اللي انت بتستحقه. الطفولة مش مجرد لعب، مش محصور على قد اللعب، دي بناء ثقة. المراهقة مش تمرد، ده عملية بحث عن الذات، عن الهوية. خلينا نقول الهوية أكتر من الذات. الشباب مش سباق، ولكنه رحلة بحث عن الهوية والذات برضو. والرشد مش نهاية، الرشد ده بداية نضج، بداية مرحلة جديدة في حياتك. كل مرحلة عمرية ليها احتياجاتها النفسية في حياتك. الاحتياجات دي انت لازم تدور عليها، انت محتاج تدور عليها، عشان بصورة او باخرى لو اهملتها للأسف ممكن يوصلنا لاضطرابات نفسية في النهاية للأسف. انا مش عارف قلت للأسف مرتين ثلاثة ليه يعني كانت واحدة كفاية. عارف اكتر شيء بيضيع حياة الانسان، اكتر حاجة بتضيع حياتك، مش ان انت ما عندكش وقت، بل ان انت بتضيع الوقت اللي عندك بالفعل. كم مرة فضلت ان انت تفتكر في الماضي وتقول لنفسك انا لو ما ضيعتش الفرص الفلانية، انا لو انا كنت اذكى، لو انا اتصرفت كذا. وكم مرة فكرت في المستقبل وتقول بينك وبين نفسك انا لما يحصل كذا انا هبدأ، انا لما هوصل اليوم الفلاني، لما اوصل الحتة الفلانية انا هبدأ. وفي النهاية لا الماضي بيرجع ولا المستقبل اللي انت بتحلم بيه جه، وفي النهاية للأسف يوم جديد من حياتك ضاع. أنا لو عاوز أحكي عن الناس اللي فشلوا في بداية حياتهم لحد أعمار 30 و40 وأكتر من كده، وبعدين بدأوا ونجاحاتهم كسرت الدنيا وإحنا بنشهد بنجاحاتهم، الأمثلة مش هتخلص. معنى الكلام إن كتر محاولاتك إنك تعيش سن مش سنك، سواء أكبر أو أصغر، أنا عارف إنها كلها بقت بالفشل. فإحنا في الفيديو ده نتكلم عن إنك تعيش سنك، وقتك الحاضر وسنك الحالي، وتاخد كل اللي انت بتستحقه منه. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم، ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة كايزن. كايزن هي كلمة يابانية معناها التطوير المستمر، وده هو هدف القناة بتاعتنا ان شاء الله. خليني بداية كده اسألك سؤال. كم مرة سألت نفسك، او يعني مش سألت نفسك، كنت بتفكر في الماضي وسألت نفسك الأسئلة دي، إن أنا لو ما عملتش كذا، إن أنا لو ما ضيعتش الفرصة الفلانية؟ وكم مرة بيجي على بالك إنك بتقول بينك وبين نفسك أنا لما يجي كذا أو يحصل كذا أنا هبدأ، أو أنا هاخد خطوة في الحاجة اللي أنا عايز أخد فيها خطوة؟ كم مرة سألت نفسك الأسئلة دي؟ المشكلة إن العمر ماشي وما بيستناش حد، كل ثانية بتروح من عمرك ما بترجعش تاني. السؤال الحقيقي هنا، هل انت بتعيش يومك زي ما هو، ولا عايش بتأجل حياتك ليوم تاني؟ الماضي شيء احنا ما بنقدرش نهرب منه، في مواقف حلوة احنا بنفتكرها ونتعلم منها دروس حلوة، وفي مواقف احنا مش عايزين نفتكرها اصلا، عايزين نعتبره كمدرسة مش كبيت. ما ينفعش ان احنا نفضل عايشين جوه الماضي، لان خروجنا من هناك هيبقى صعب جدا. فالماضي احنا لازم نعتبره كمدرسة، بنروح المدرسة دي ناخد الدرس ونرجع، ما نفضلش قاعدين هناك، ما نفضلش عايشين جواه بمعنى أصح. فالماضي موجود علشان احنا نتعلم منه الدرس ليس إلا. في ناس حياتهم متوقفة عند أنا لو ما غلطتش الغلطة الفلانية، أنا لو ما ضيعتش الفرصة الفلانية. أنت لو فضلت تحاسب نفسك هتضيع فرص كتير، ممكن الفرص دي تكون بتعدي من قدام عينيك النهاردة وأنت مش شايفها. خلينا نقول إن الماضي عامل زي فيلم قديم، في لقطات حلوة، في لقطات مش حلوة، في لقطات بتشجعك تتفرج وفي لقطات لأ. الشاهد هنا بقى في الأمر إن مفيش حد هيفضل يتفرج على نفس الفيلم القديم ده كل يوم ويستنى حياته تتغير، مستحيل. كم مرة بينك وبين نفسك موقف بيحصل معاك لسه حاصل دلوقتي أو امبارح أو من يومين أو من أسبوع، وبينك وبين نفسك بتقول أنا بس لو أنا اتصرفت بالطريقة الفلانية، أنا لو كنت بس أشجع شوية، أنا لو ما غلطتش الغلطة كذا. تفكيرك بالطريقة دي، إنك بتراجع حساباتك أول بأول، ده تفكير سليم، بس التفكير ده يبقى محجم إن هو يعلمك الدرس واللي بعده، ما تفضلش متساق ورا الأفكار دي، إنك تفكر طول الوقت معظم الوقت بالطريقة دي. والأمثلة طبعا على كده كتير، احنا كلنا مرينا بالوضعيات دي. يعني زي ما أنا قلت، خليك فاكر دايما إن الماضي شيء عشان أنت تتعلم منه ليس إلا، مش ان انت تفضل عايش جواه، مش ان انت تفضل فاكره طول الوقت، مش ان انت تفضل عايش عليه طول الوقت. الماضي عشان انت تتعلم منه الدرس
وتكمل. طيب والمستقبل؟ المستقبل بصراحة وهم حلو، وهم لطيف، مليان أحلام وأهداف وطموح. ناس كتير عايشة على وهم إنها بتوعد نفسها أنا لما هتخرج هبدأ أعمل، أنا لما هتجوز هستقر في حياتي، لما يبقى معايا فلوس هعيش مبسوط، هعوض في الفاينل. أحلام وطموحات كتير بنوعد بيها نفسنا. للأسف دي مسميات بتخلينا نأجل ونعيش وهم إن إحنا هنوصل وهنحقق وهنعمل. راح عن بالنا إن حياتنا اللي إحنا بنتمنى نعيشها لحظة بلحظة هي الحياة اللي إحنا عايشينها النهاردة دلوقتي، مش اللي إحنا متخيلينها في المستقبل. انا ليه عمال اقول لك الكلام ده والملاحظ دي؟ لان انا مش عايزك تتساءل ورا فكره ان انا عايز ابقى غني وانا عايز اعمل وعايز احقق وانت ما بتمشيش في طريق نهايه الطريق ده اللي انت بتحلم بيه. يعني انت بتحلم وبس، انت بتتمنى في المستقبل ان يبقى عندك وحاليا في الوقت الحالي مفيش اي شيء في حياتك بيدل ان انت بعد فترة من الزمن هتوصل للي انت بتحلم بيه دلوقتي. فانا بقول الكلام ده عشان المشكلة مش في الحلم، احلم عادي والاحلام بتتحقق عادي برضو، ولكن المشكلة في التطبيق العملي. هل انت ماشي في الطريق اللي نهاية الطريق ده الحلم بتاعك ولا انت بتحلم بس؟ يعني عايزك تعيش سنك وتعيش الواقع بتاعك كمان. وبعدين مين ضامن يجي بكره اصلا؟ مش جايز الفرصه اللي انت عمال تدور عليها اصلا بين ايديك او بتعدي من قدام عينيك النهارده وانت مش واخد بالك منها؟ المستقبل محتاج ان انت تزرع له النهارده دلوقتي، مش ان انت تستناه. طيب والنهارده؟ خليني اشاركك فكره ان النهارده ده الشيء الوحيد اللي انت بتملكه، ده الحاجه الوحيده اللي بين ايديك وانت مسيطر عليه، تقدر تعمل فيه اللي انت حابب تعمله. يعني ببساطة شديدة الماضي شيء انت مش هتقدر ترجعه مهما عملت، والمستقبل حاجة انت ما بتملكهاش. الحاجة اللي بين ايديك النهاردة ده اللي انت هتقدر تعمل بيه. خلينا ناخد فكرة ان النهاردة ده اول ما تقوم من النوم ان النهاردة ده عبارة عن هدية. فالسؤال الجوهري هنا، السؤال المركزي هنا، انت الهدية دي هتعمل بيها ايه؟ هل هتضيعها على التفكير في الماضي واللي حصل قبل كده، ولا هتضيعها على التمني في حاجات انت ما بتملكهاش اصلا، ولا هتستغلها وتبني خطوة صغيرة لحلمك؟ صدقني أصغر خطوة بتاخدها النهاردة هي أكبر وعد أنت بتوعد بيه نفسك لحلمك اللي أنت نفسك توصله. حاجة كده جانبية من ضمن الحاجات إن أنت ما تبصش لغيرك حتى لو كنت شايف إن غيرك ده عايش سنه الحالي وبيعمل حاجات انت كنت تتمنى انك تعملها لما كنت في سنه. انا كان نفسي اعيش الفترة دي، انا كان نفسي اعمل كذا، انا ما عشتش الجزء ده في حياتي وكنت بعمل اللي بيعمله دلوقتي ده. بلاش النظرة دي. اللي حصل زي ما قلنا، الماضي زي ما حصل خلاص حصل واحنا اتعلمنا الدرس. خلاص بقى احنا خدنا الدرس وهنكمل، مش هنفضل واقفين في الماضي زي ما قلنا. خلينا نتفق على حاجه بسيطه كده سهله، ولكن هي فرق معاك جدا. يعني ان انت اللي ضيع عليك، اللي ضاع، اللي خلى الحاجات دي تضيع منك والفرص دي تضيع منك هي نظرتك للحياه. نظرتك ان انت مش فاضي، مشغول بالماضي وحابسك جواه ومش عارف تخرج منه بالتفكير فيه والندم عليه، ومشغول بالوعود اللي انت عمال توعد بيها نفسك في المستقبل، وان انا هعمل، وان انا هعوض في الفاينل، وان انا هستدرك السنه اللي جايه، وان انا لما هعمل. للاسف الشديد انا كنت لفتره كبيرة من حياتي عايش بطريقة التفكير دي، فعشان كده حاسس بمدى تأثير طريقة التفكير دي وطريقة النظرة دي للدنيا على عمرك، انها بتضيع فعلا العمر. النظرة دي للدنيا ان انت مش فاضي للنهاردة، مش مركز للنهاردة، طول الوقت مشغول وندمان على حاجات حصلت، وطول الوقت بتوعد نفسك بان بكرة احسن، بان هتيجي فرصة بكرة تعوض كل اللي راح ده، وان هيجي وقت مثالي وان هيحصل. عارف الوقت المثالي ده مش هيجي ليه؟ لانه هو مش موجود اصلا. يعني انت بتوعد نفسك وبتوهم نفسك بحاجات مش هتيجي، مش هتحصل، لانها مش موجودة اصلا. فكل المطلوب منك ان انت تخلي الماضي ده زي ما قلت مدرسة تاخد منه درس، مش اكتر من كده، ما ياخدش وقت اكتر من كده. والمستقبل ده انت تتأكد تماما ان ده حاجة مش يعني ما بتملكهاش، مش بين ايديك، دي حاجة لسه في الغيبيات، انت ما تعرفش هي هتيجي شايلة ايه، هي معاها ايه. انت كل اللي عليك انك تجهز نفسك النهاردة وتستعد النهاردة وتسعى للي انت عايز توصل له النهاردة. خلينا ناخد مثال
شخصين، شخص عمال يأجل ويسوف وهبدأ بكرة، هبدأ الأسبوع اللي جاي، هبدأ أول السنة، هعوض في الفاينل وهستنى اللحظة المناسبة. وشخص تاني بدأ. نتخيل إن في شخصين دلوقتي بيعملوا الحركة دي، وخلينا بقى نعدي 5 سنين مثلا على الشخصين دول. تخيل الشخصين دول وصلوا لإيه. الأول عايش في كلمة بكرة، عايش يأجل، والتاني استغل اليوم، استغل النهاردة. يعني واحد عاش المستقبل ووهم المستقبل وفضل غرقان في وهم المستقبل، والتاني عاش في الحاضر واستغله. كان ليا واحد صاحبي في الجامعة زمان كان دايما بيتكلم عن الفرص اللي ضيعها في حياته وعن القرارات الغلط اللي أخدها، وكان يفضل دايما يلوم في نفسه، أنا لو ما عملتش كذا، أنا لو كنت أذكى شوية كان حياتي اتغيرت. صاحبي ده نسي يحكي بقية القصة بتاعته، إنه أنت لسه في عندك وقت إن أنت تتغير وتبدأ حياتك من جديد. نفس الشيء مع الناس اللي عايشين حياتهم مع الماضي. أنا كنت شاطر زمان، أنا كنت ناجح، أنا كنت، فتيجي لحياته الحالية تبص عليها تلاقيها فاضية. أما بالنسبة للمستقبل فصديقي ده كان أكتر واحد عنده طموح، يعني شايف المستقبل إن هو نفسه يشتغل الشغلانة الفلانية، نفسه ياخد كورس، نفسه يتعلم لغة جديدة، نفسه يعمل مشروع فلاني. طيب إمتى هتبدأ في الحاجات دي؟ لما يجي الوقت المناسب. جه الوقت المناسب؟ لا، ما جاش ولا هيجي. عارف ليه؟ لأن هو مش موجود أصلا. يعني أنا زي ما قلت قبل كده، الوقت المناسب ده شيء مش موجود، فما توعدش نفسك بحاجات مش موجودة. طيب لو قلنا إيه أكتر يعني مشكلة صاحبي ده حط فيها نفسه وانا كمان حطيت فيها نفسي قبل كده، هل الانساق ورا الماضي او ان انت بتوهم نفسك بالحاضر وخلاص؟ ما اظنش ان دي اكبر غلطة او اكبر مشكلة ممكن حد يتعرض ليها او يعرض نفسه لمشكلة زي كده. المشكلة الاكبر اللي انا شايفها من وجهة نظر انها اكبر من كده، ان انت ضيعت الحاضر، ضيعت عمرك ما بين الاتنين، مش ان انت فكرت فيهم وخلاص. الغلطة الاكبر ان انت بتضيع عمرك، انك بتضيع الحاضر بتاعك، مش مركز زي ما بيقولوا. طيب احنا يعني وصلنا لمراحل جلد الذات بقى وخلاص تمام يا عم، مش هنفكر في الماضي ومش هنوهم نفسنا بالمستقبل. طب نعيش واقعيين ازاي بقى؟ نتكلم بقى كلام عملي، نبقى عمليين اكتر ازاي؟ انا اقول لك. بص يا سيدي، اولا انت محتاج تتصالح مع الماضي، بمعنى انك تسامح نفسك على الماضي وتتعلم الدرس وتكمل. سهلة اهي، تسامح نفسك على الماضي، تتعلم الدرس وتكمل. يعني بدل ما تبقى عايش على لو، لا خليك عايش على اتعلمت. والله حلوة الجزئية دي، بدل ما تبقى عايش على لو يبقى خليك عايش على اتعلمت. واي نوت؟ تاني حاجة، عايزك تخفف من وهم المستقبل شوية. بدل ما تفضل عايش على وهم انك بتوعد نفسك، اي فكرة او اي خطوة ابدأ بيها النهاردة. خد حتى لو خطوة صغيرة النهاردة، بس تبقى النهاردة، ما تبقاش ان انت هتبدأ بيها بكرة. تالت حاجة، ركز على يومك. عايزك لما تصحى من النوم تسأل نفسك سؤال. أول ما تصحى من النوم على الريق كده تسأل نفسك سؤال، إيه الشيء أو الحاجة اللي أنا لو أنجزتها النهاردة هبقى فخور إن أنا أنجزتها قبل ما أنام؟ عايزك تسأل نفسك السؤال ده كل يوم أول ما تصحى من النوم، ويا رب السؤال ده يفرق. يعني يا رب السؤال ده يعني يشجعك إنك تبدأ تنجز وتاخد خطوة في حاجات أنت نفسك تنجزها. رابع حاجة، ودي يعني تقريبا قلت النصيحة دي في كذا فيديو قبل كده، ما تنساش تركز. لما تاكل ركز، ولما تشتغل ركز، ولما تكون مع أهلك أو أصحابك ركز وعيش اللحظة. لما بتقضي وقت لطيف ركز وبرضه وعيش اللحظة. وخليك دايما فاكر إن اللي أنت هتاخده من حياتك هي اللحظات اللي أنت عشتها، مش الحاجات اللي أنت وعدت نفسك بيها على لما، أو الحاجات اللي شغلتك على لو. الحاجات اللي أنت هتاخدها من حياتك دي اللحظات اللي أنت عشتها، فأنت محتاج تركز. فببساطة شديدة ما تخليش حياتك عبارة عن نوتة ملاحظات فاضية، خلي حياتك كتاب مليان أفعال، مليان أفعال، أو حاول على قد ما تقدر. في النهاية الماضي بيديك درس، والمستقبل بيديلك أمل لبكرة إنك تحلم وتسعى تحقق الأحلام دي. النهاردة أو الحاضر بيديلك فرصة، ما تضيعش الفرصة دي عليك. استغل الفرصة دي وما تضيعهاش من إيديك أبدا. وخد الكلام ده من واحد يعني عاش فترة كبيرة قوي من حياته مشغول بالتفكير بالماضي وبيوهم نفسه بحاجات هتحصل في المستقبل ما بيسعاش ليها حاليا، فضيع سنين كتير من عمره. ووصلنا لفقرة السؤال، وسؤال الفيديو ده بيقول ايه الحاجة اللي انت هتعملها النهاردة؟ مش بكرة، مش امبارح، النهاردة. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.